السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعداء ومبسوطين ومحققين كل اللي نفسكم فيه. كل سنة وانتم طيبين ومتهنين وسعداء وفرحانين، ويا رب بحق السنة الجديدة كده تحققوا كل اللي نفسكم فيه، ويحقق كل أمانيكم ويرحم كل أموات المسلمين ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم آمين يا رب العالمين. النهارده بقى رجعت لكم كده مع اني زعلانه منكم كتير ومشتاقه لكم كتير كتير كتير، بس راجعه لكم النهارده في فيديو كده، اتمنى الفيديو يعجبكم. راجعه لكم بقى فيديو مشتريات على فيديو بقى في المطبخ، روتين جديد كده فريد من نوعه. اتمنى كده الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس للتشجيع على تنزيل الفيديوهات. واما بالنسبه للناس المقيمه معايا ده على راسي من فوق. عايزه بسلم عليكم كلكم، بقول لكم وحشتوني كلكم، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. طبعا انتوا عارفين انا ما بغيب عنكم، يعني انا لما بغيب ما بغيبش طب برجع كده في فيديوهات بقى ايه حماسي كده يعني. الروتين بتاعي النهارده تشجيعي حماسي من الدرجه الاولى. عايزاكي كده تقومي بقى تتشجعي. طبعا بالنسبه للمشتريات دي انا ما بشجعش حد بيها، هو الروتين بقى اللي بعد المشتريات هو اللي ممكن تتشجعي منه. لكن بالنسبه للمشتريات اللي بينزل السوق بيرجع متنكد عليه وبيرجع بيه العالم بيه ربنا، فما انصحكيش ان انت تتشجعي. يعني فيديو المشتريات ده مش تشجيعي خالص، لان احنا تقريبا كده حرفيا انا واحده من الناس بنزل اشتري الحاجه. يعني ربنا يرحمنا برحمته، فعلا الحاجه غاليه جدا جدا جدا، ولسه الاسعار بترتفع، ولسه يعني كان الله في العون. فطبعا انا نزلت السوق ما كانش عندي خضار بقى الفتره اللي فاتت ديت، انا يعني احنا لسه ايام امتحانات، فانا قلت اسجل لكم الفيديو وانزله لكم كده، بما ان انتوا اساسا مش مشجعيني على تنزيل فيديوهات، وطبعا المحتوى القناه عماله تقع والمشاهدات الفيو اصلا بقى في النازل، فانتوا احبطتوني. فمش عارفه ان انا اسجل لكم حاجه، وما بقاش ليا نفسي اصلا ان انا امسك رينج لايت واصور. بس قلت ايه لما جالي مزاجي كده قلت بقى انزل فيديو اشوف حبايب قلبي، طبعا عشان في ناس كتير بتسأل عليا والله العظيم. هو ده اللي بيخليني ان ارجع للقناه، يعني كل ما الواحد يقف على رجله وفجأة يقع كده، وبرجع اقول انا بعمل حاجه بحبها. يعني لما بيجي لي مزاج، يعني انا خلاص بقى انا مش هعمل حاجه عشان خاطر الارباح ولا عشان خاطر الفلوس ولا المشاهدات ولا الفيو. انا بعمل حاجه بحبها، لما يجي لي مزاجي هقوم اجيب الكاميرا واصور، ما جاش مزاجي خلاص مش فارق بقى معايا القناه. المهم هنا بقى انا نزلت السوق عشان اشتري بقى شويه خضار، ما كانش عندي اي حاجه، فقلت انزل اشتري بقى خضار وافرزه، بان كمان احنا في اسبوع امتحانات، وانا في اسبوع الامتحانات ببقى امال هي بقى دروس ومدارس وامتحانات وكده. فانا نزلت السوق بقى، ولك ان تتخيلوا الاسعار كانت عامله ازاي. بصوا هنا بقى انا جبت ايه الخضار بتاعي، جبت قلقاس وجبت سبانخ وجبت بزله وجبت فراوله وجبت جزر وجبت طماطم وجبت بطاطس وجبت بصل. فتقريبا بصوا الاسعار، لان انا جايبه التوتال، بس انا طبعا اللي انا فاكراه هقول لكم. طبعا السبانخ كان الكيلو عامل 10 جنيه، والستفندي الكيلو عامل 10 جنيه. القلقاس كنت جايبه القلقاسيه كبيره كده، انا لما باجي اجيب القلقاس او بخزن القلقاس، طبعا انا مش هخزن رمضان، يعني احنا مش عارفين اساسا تفريزات رمضان هنعمله فيها ايه. فطبعا اللي مقدرته من اليومين دول خلاص كل سنه وانتم طيبين احنا داخلين في رجب، فاللي مقدرته ان هو يجيب حاجه كده واحده واحده، كل ما ينزل السوق يلقط حاجه ويجيبها عشان تفريزات رمضان، يا ريت يعمل كده. ما كانش قنا الله في العون، والله احنا مش عارفين هنعمل ايه فعلا حرفيا في رمضان، لان بجد الاسعار غاليه والدنيا غاليه وفي ايام امتحانات وايام دروس وايام مراجعات وايام مذكرات وطلبات بقى المدرسين، طلبات طلبات طلبات، فكان الله في العون كل واحد والله، كل اب وام فاتحين بيت، لان الحاجه غاليه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. فبقول لكم بقى القلقاسات الكبيره دي، انا لما باجي اشتري القلقاس بجيبها واحده كبيره، ما برضاش اجيب 2 صغيرين عشان تستوي معايا بسرعه. ساعات القلقاس مع ان دلوقتي كله بيستوي يعني، بس ساعات القلقاس واحده تستوي واحده تبقى نيه، فلا انا لما بحب اجيب القلقاس بجيبها واحده كبيره. الواحده دي كانت عامله 2 كيلو وطبين كده، كانت عامله 53 جنيه. والسبانخ زي ما قلت لكم كانت عامله 10 جنيه، والفراوله كانت عامله 15 جنيه. الطماطم عندنا عامله 11 جنيه او 12 جنيه حاجه كده. وجبت فلفل بقى، الفلفل كان الربع عامل 4 جنيه، والليمون الربع عامل 8 جنيه، والجزر الكيلو كان عامل 10 جنيه. البطاطس لما كنت بصور الفيديو دوت انا كنت جايبه كيلو بس عشان ما تبص معايا، قلت اجربها لان في بطاطس تحمير دلوقتي وفي بطاطس مش تحمير. فالبطاطس دي كنت جايباها ب 16 جنيه، فطلعت حلوه. النهارده نزلت قلت اجيب منها بقى 5 كيلو، لقيتها عامله 12 جنيه.
يعني في حاجات بتنزل وفي حاجات بتعلى، والاسعار زي ما انا قلت لكم التجار كل واحد بيبيع بمزاجه وبيبيع بسعر. يعني تقربي تلفي كده في السوق اكيد هتلاقي ناس كويسين وناس عندهم ضمير وناس بيبيعوا الخضار كده زي ما انتم شايفين فريش وطازه كده، واسعارهم حلوه. يعني مش مجرد مثلا اللي تقدري توفري منه وفري منه. حطيه في حاجه تانية، يعني بدل مثلا ما تبعتي الحارس يجيب لك الحاجه بقد كده وما توفريش منها، انت اولى بكل جنيه. لما تنزلي السوق مثلا ما تروحيش للتجار اللي هم بيبيعوا بالغلا، لفي في السوق اكيد هتلاقي ناس كتير بتبيع بذمه، عندهم ضمير وبتبيع بذمه واحده، غير الناس اللي هم بيبيعوا بذمتين وثلاثه والناس الكئيبه دي. فبصوا انا لفيت الصراحه، بس دوت انا واحد بس من عند بتاع خضار بفكهاني وبتاع خضار وبتاع كل حاجه بيبيع الحاجات دي كلها، فدخلت جبت منه. فالحاجه دي شويه الحاجات دي كانت عامله 672 جنيه، انا فاكره المبلغ بالظبط. انتوا شايفين الحبه الحاجات دول اللي هي البطاطس والبصل، البصل عندنا وصل 35 جنيه. فطبعا هو اللي غلى معايا السعر دوت البصل، لان انا جبت 4 كيلو بصل فكان الكيلو عامل 35 جنيه. فطبعا ده مبلغ مش شويه، فربنا يرحمنا برحمته كده وربنا يفرجها علينا كلنا ويرزق كل محتاج يا رب. عايزه طبعا اقول لكم طماطم دلوقتي في طماطم ب8 جنيه وطماطم ب6 جنيه. عايزه اقول لكم الطماطم حلوه قوي في السوق الايام دي وسعرها الى حد ما كويس جدا. لو انت عايزه تفرزي الحقي بقى هاتيها وفرزيها كده عشان يمكن ما نلاقيهاش في رمضان. الخضار والله العظيم كله على الله حكايته، الحاجه كلها غاليه. بصوا بقى انا اكتشفت ان انا عندي كنز. انا كنت بقى ايه كل ما اول ما يقولوا السكر غلي واول ما اعدي كده من على فتح الله او بيت الجمله او كارفور او اي هايبر كبير ويكون عنده مثلا بيبيع السكر ب 28، كنت بحاول ان انا اخزن لي شويه كده. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم ده نعمه يا رب واحفظها من الزوال. لقيت نفسي عندي بقى كميه السكر ديت والدقيق. فاي انا هستخدم برضو، هعتبر نفسي انا من دلوقتي بقى هجيب كرتونه، او ان انا هعتبر الدولاب دوت مش موجود فيه سكر خالص، لان طبعا انتوا عارفين رمضان بيحتاج سكر كتير. فيجيب كرتونه واشيل بقى ايه كل يومين كده اجيب كيس سكر، كيسين مكرونه، كيسين رز، لان طبعا يعني رمضان بيحتاج الحاجات دي. وخلاص احنا مفيش وقت، يعني احنا في رجب كل سنه وانتم طيبين ويا رب يجي رمضان كده اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وزي ما قلت لكم كده ربنا يجعل بدايه السنه الجديده دي كلها خير وهنا وسعاده علينا اجمعين اللهم امين يا رب العالمين. بصوا طبعا هنا كان النور قطع وانا شلت الحاجه، فرزت بقى البزله. طبعا انا ما عملتش فيها حاجه لان انا مش هفرز، وكنت جايبه من ضمن المشتريات كرنبيت، وكنت جايبه بقى ب10 جنيه سلق وكزبره، عملتهم كده سلقتهم وضربتهم في الخلاط ورحت معبيهم في كيسه. وهنا السبانخ خرطتها ما حطيتش فيهم اي حاجه، مش هعتبر انه تفريزات. كل اللي انا عملته في القلقاس ان انا حطيت عليه ليمون كده عشان ما يسودش معايا، والكرنبيت حطيته زي ما هو قطعته كده وحطيته، واما بطلعه من الفريزر بروح سلقاه ما بسلقوش واحطه في الفريزر. والبسله برضو شلتها زي ما هي كده. لو انت عايزه تفرزيها بقى بتروحي حطاها في ميه سخنه يا دوبك تغلي كده بسكر بمعلقه سكر، وبعدين تفتحي عليها الميه المتلجه تنزلي عليها بحبه ميه متلجه وتسيبيها لحد ما تبرد خالص وتفرزيها. والفراوله نفس الكلام، عندك برتقان عايزه تفرزيه برضو رمضان، انتوا عارفين بقى رمضان واكله يعني اللهم بارك بيبقى كتير قوي ومحتاجين بقى العزومات وكده. مع اني خلاص يعني العزومات دي كان زمان ما اظنش ان في حد هيعزم حد دلوقتي، بس انا بتكلم على العموم. يعني انت لو حابه ان انت كل يوم مثلا تلقطي حاجه كده وتشيليها عندك في الفريزر هتنفعك جدا بالنسبه للناس اللي عندها دي فريزر. اما طبعا انا ما عنديش دي فريزر فتلاقي الدنيا على الله حكايتي. فبجد لقطي اي حاجه كده عشان الحمل يخف عليكي. مثلا هاتيلك ازازه زيت شيليها، هاتيلك علبه سمنه شيليها، هاتيلك طماطم وفرزيها صلصه، هاتيلك مثلا كيلو فول مدشوش وشيليه، كيلو فول تدميس وشيليه. الاسعار بتعلى والدنيا بتغلى جدا، وربنا يعين الجميع يا رب ويعيننا كلنا ويكون في عون كل اب وام فاتحين بيت يا رب اللهم امين يا رب العالمين. بص طبعا هنا برضو من ضمن المشتريات بتاعتي كنت جايبه شويه طبعا، جبت اللهم صل على النبي، جبت شويه منظفات. المنظفات بتاعتي كان عباره عن كلور وكلوريكس الوان، وجبت بقى المسحوق اللي هو السايب دوت بعمل بيه التويلت. اما بالنسبه للمواعين بجيب البريل، وبالنسبه للغسيل مسحوق الغسيل بجيب اللي هو الادور ده لسه نازل جديد وريحته حلوه جدا وبينظف معايا وحلو منتج مصري، وبالنسبه للناس اللي هي بتقولي المقاطعه يعني.
وكنت جايبة سمك، فطبعًا أنا ما صوّرتش السمك معاكم لإن أنتم عارفين أنا كل يوم من الإسكندرانية، كل يوم عمومًا بيموتوا في السمك، يعني ما شاركتش الأكل معاكم، فقليت السمك بتاعي وكلنا والحمد لله وقضينا يومنا وربنا يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. وبعد ما خلّصت بقى الأكل بتاعي وخلّصت التفريزات بتاعتي، كان محتاج المطبخ بقى البوتاجاز كده يتنضف، فالبوتاجاز مكان السمك، وكان قبليها بيوم عاملة مكرونة وما كنتش منضفاه يعني التنضيف اللي هو اليومي، لأن النور طبعًا لمّا بيقطع الواحد بيتخنق بسرعة وبيزهق من عمايل الحاجة، فكنت سايباه، فكان زي ما أنتم شُفتوا كده كانت اتراكمت عليه الدهون، فجِبت اللادور ده حلو جدًا، جدًا، جدًا ورخيص، يعتبر بالنسبة للمنتجات التانية رخيص جدًا، فرُحت جايباه ويا دوبك رشّة كده، ما باسيبوش كتير على الستانلس عشان ما ياكلش الستانلس معايا، وأنا ما باعملش كده دايمًا، بس عشان يدّي له اللمعة ويبرُق كده معايا ويشيل معايا الدهون ويسهّل عليّا الدهون، رُحت مدّية له رشّة كده ورُحت ماسحاه، وبعد ما نشّفت طبعًا العيون بتاعتي رُحت منزّلاها كده مكانها، وباجيب المنديل، أي منديل أي wipes عندِك، الwipes بيلمّع الإزاز حلو أوي، بيلمّع الستانلس حلو أوي، ما عندكيش wipes بتجيبي أي منديل اللي هو العادي بتاع المطبخ عندِك وتحطّي فيه شوية خَل، بيخلّي الألمونيا عندِك والستانلس تحفة، تحفة، تحفة. الخل مطهّر ومُعقّم ومنظّف وملمّع حلو أوي، أوي، أوي. بعد ما مسحت بقى المنديل بتاعي، رُحت رجّعت العيون مكانها ورجّعت بقى الحوامل بتاعتي، وهنا كان بواقي السمك والرز كده حاطاه، وهنا بقى خلّصت المواعين بتاعتي. طبعًا أنا ما رضيتش إن أنا أشارك معاكم، في حاجات باشاركها وفي حاجات ما اشاركهاش، ما لكوش دعوة بالسجادة المحطوطة دي. أنا بالنسبة لسجادة المطبخ أنا مش عارفة بجد أعمل إيه، بس إن شاء الله، إن شاء الله هارمي كل دوّة يعني وهاجيب بقى سجاد نضيفة كده إن شاء الله، بس مستنية على العيد بقى إيه. فبالنسبة للناس اللي عايزة تجدد حاجة على العيد، أنا باحب إن أنا أجدد ملاية، أحب إن أنا أجدد سجادة، أحب إن أنا أجيب بوكيه ورد، أجيب فازة ورد، باحب إن أنا أجدد أي حاجة. فطبعًا أنا عاملة الحصالة إن شاء الله، إن شاء الله هافتحها معاكم على رمضان. بالنسبة بقى للي في الحصالة هنجيب منه الحاجة، وهو اللي هيحكم علينا إن إحنا نجيبه الحاجة بتاعتنا ونجدد في بيتنا عشان نحس بالعيد. كل سنة وأنتم طيبين للمرة المليون. خلاص الأيام ما بقاش في وقت خالص، والأيام الحلوة دخلنا فيها، وإحنا في رجب أهوّة داخلين على رجب. كل سنة وأنتم طيبين يا رب ومحققين كل اللي نفسكم فيه. ما تنسوش بقى، حطيتِ اللايك والّا ما حطيتيش اللايك؟ قولوا لي بجد، انتوا بتضحكوا عليا وبتقولوا لي الله ينور يا شوشو وتسلم ايدك يا شوشو، وبتكتبوا لي تعليقات حلوه كتير منكم، بس بتنسوا تحطوا لي اللايك. انا عايزاكم بقى تحطوا لي اللايك، يلا اللي لسه ما حطليش لايك يحط لايك ويكتب لي تعليق حلو منكم كده. انا بقالي كتير مريحاكم مني اهوت، ربنا يكبر بخاطركم ويوسع رزقكم جميعا ويعين كل واحد ويعدي الايام الصعبه اللي احنا فيها دي على خير. وعايزاكي كده تخليه على الله وما تشيليش للدنيا هم، وربنا هيفكها ان شاء الله من عنده وهيرزقكم من حيث لا تعلمون. والله بتبات نار وتصبح رماد. وبصوا يعني بتبقي قاعده كده في امان الله وتفكري هتيجي منين وازاي والولاد وبتلاقي ربنا فرجها وفرجه يعني فرجه قريب ان شاء الله. فمش عايزاكي تشيلي للدنيا هم كده. بصوا الحصاله دي انا كل باقي بيجي لي مثلا، انا طالعه من السوق في فكه بروح حطاه، في مبلغ زياده جالي ما كنتش عامله حسابه باروح حاطاه. مثلا دفعت نور دفعت كهرباء اتفضل باقي اروح حاطاه. ولادي مثلا اي حد جاب حاجه من تحت وجاي جايب لي باقي يروح رميه في الحصاله. طبعا دي هتوفر معايا كتير جدا جدا، وطبعا ان شاء الله هغير بيها حاجات كتير في البيت. ده هنشوف، بس نفتح كده الحصاله نشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي، وان شاء الله هنشتري ايه حاجه جديده كده ان شاء الله على للبيت، ونشتروا الحاجه اللي احنا محتاجينها. يعني احنا ما بنشتروش حاجات وما بنبذرش كتير، بنشتري الحاجات اللي احنا محتاجينها بس. فطبعا انا من ضمن الحاجات اللي انا محتاجاها اللي هي سجاده المطبخ، فان شاء الله لو كده انا هبقى اشتري سجاده للمطبخ، لان السجاد اللي في المطبخ ده زي ما انتم شفتوا اما الغساله كانت بتوقع ميه فبوظت لي السجاد، فانا مش حابه المنظر ده. فانتوا بقى استحملوني كده لغايه، وانا عندي استعداد ان انا اجيب سجاده دلوقتي للمطبخ، بس طبعا انا لو جبتها اللهم اني هتتفرش معايا ومش هحس بتغييرات في العيد وفي رمضان وكده. فانا لا، انا هسيب الحاجه هبدا ان انا اشتري حاجات كده واشتري ملايات جديده واشتري مفارش جديده، واللي ربنا عايزه بقى ايه واللي هي فيه خير ان شاء الله هجيبه. فانت برضو من دلوقتي حاولي تجيبي زي ما قلت لك كرتونه كده تحطي فيها حاجات المطبخ، تحطي فيها شويه فلفل اسود، تحطي فيها كيسين ملح، ازازه زيت، كيس سكر،
كيس مكرونه، كيس رز، الاساسيات بتاعتك بتاعت البيت، كيس فول، كيس فول مدشوش، كيس عدس، كيلو دقيق. بصوا انا كنت جايبه دقيق برضو، كنت جايبه عدس، وكنت جايبه فول مدشوش، وجايبه ذره فشار. يعني اللي ربنا يقدرك عليه وتجيبيه هاتيه، اللي في امكانيتك ان انت تجيبيه ماشي على قدك. كل واحده بتمشي على قدها، وكل واحده بتمشي على قد جوزها وعلى قد مصروف بيتها. فشوفي انت ايه اللي انت تقدري تعمليه واعمليه، واللي انت تقدري تجيبيه هاتيه. وبصي ما تشيليش للدنيا هم، وان شاء الله ربنا هيفرجها علينا كلنا. وربنا كده ما يجيب رمضان ولا يأتي علينا الايام المفترجه دي الا وربنا ساترنا وميسر امرنا ومريح بالنا جميعا. بصوا هنا بقى انا خلصت المطبخ وخلصت البوتاجاز بتاعي، ونضفت بقى المكان الحوض لان انتوا عارفين السمك، ونضفت المطبخ فوق. نضفت المطبخ بتاعي بشويه ديتول وشويه خل وشويه بريل مواعين، حطيتهم في العلبه ديت. وفضلت بخبح كل حاجه عندي، رخامات، بدلاب مطبخ، بالازاز بتاع البوتاجاز، بدلاب المطبخ من تحت، بالتلاجة. انا الكوكتيل ده، الخلطبيطه دي بتنزل كده في قلبي، والله في قلبي. فانا رحت عاملاها كده في البخاخه، بحس بقى بريحه النظافه. اما بالنسبه للارض عشان ما اقلبش ميه كتير عشان الاجهزه عندي مش مستحمله، انا التلاجة من الجنب كده اتاكلت، وده مقهوره كده قهره عليها. فمن كتر دقل الميه، لان انا بدلق ميه بطريقه بنت لذينه، فعشان ما ادلقش ميه كتير ما حطيتش نقطه بريل ولا نقطه برسيل ولا اي حاجه من اللي هي بتعمل رغاوي. حطيت شويه كلور كده ان هو يطهر الارض ويخلي ريحه النظافه. الكلور معايا، الكلور والديتول والفينيك هي اساس النظافه معايا. لا تقولي لي بقى جنرال، اي نعم انا عندي كل المنظفات دي وعندي منظفات كتير، بس الكلور والديتول والفينيك ده حاجات اساسيه معايا لا غنى عنها، ودي فعلا بتحسسني بريحه النظافه. فرحت حاطه شويه كلور كده على الارض، ومسحه الارض، مخليه الارض بربرق كده زي ما انتم شايفين. وهنشف الارض بتاعتي بالمساحه واسيبها لحد ما تنشف خالص عشان ما افرش السجاده وريحتها تكمكم وتعمل ريحه. وطبعا هنا كان المطبخ هينشف معايا، وهروح جايبه بقى السجاده بتاعتي فرشاها، وجايبه بقى السجاده اللي كنت قدام البوتاجاز دي انا غسلاها. بصوا السجاده التانية، انتوا واخدين بالكم السجاد بتاعي عامل ازاي بتاع المطبخ؟ لا انا مستبعده اصلا الراجل بتاع السرفله. وفي نفس الوقت بقول كده كده ايه، يعني هفرشهم في المدخل تحت، هديهم بقى هحطهم قدام باب الشقه. المهم انا لسه مش عارفه هعمل ايه، والله لسه انا اساسا مش عارفه اعمل ايه. نعدوا بس اليومين بتوع الامتحانات دول اللي هيخربوا بيت ابونا، بس عشان ايام الامتحانات دي ايام صعبه جدا ومصاريف عاليه جدا. فيعدي الايام ديت ان شاء الله، وبعدين نشوفوا بقى ايه، كل الايام بقى كله بيجي برزق وزي ما بيقولوا. بعد ما خلصت المطبخ بتاعي والمطبخ بتاعي نشف، وحطيت الخرق بتاعتي دي بقى كل يوم بعد يوم طويل كده في المطبخ، بروح نقع بقى الخرق بتاعه المطبخ بتاعتي، الفوط بتاعه المطبخ عندي، اللي عايز يترمي برميه واللي مش عايز يترمي بسيبه. بنقعهم كده بشويه كلور وشويه ديتول وشويه بريل مواعين واسيبهم. وبعد ما خلصت المطبخ بقى قلت اولع البخور بقى بتاع السعودي ده، جايلي من السعوديه، حلو قوي 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 قوي. فده بيهدي كده، بيطلع الطاقه السلبيه وبيدي طاقه ايجابيه. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني بقى في فيديوهات تانية كتير هتوحشوني. الى اللقاء.